The royal dynasty has ruled Morocco since 1664. That's nearly 350 years. The royal family is intertwined with the history and culture of the country. Numerous times, people have come up to me on the streets and said, I don't like the king. أنتم ربما تتحدثون عن بلد آخر. في المغرب الشعب إذا خرج الملك إلى الشارع فإنه يعني يحتاج إلى حماية فقط لأن الذين يريدون أن يعانقوه ويقبلوه ويقبلوا يده ويلتحموا به هم بالآلاف في القرى والمدن، ولا عبرة ببعض الشذوذ الذي يكون في كل المجتمعات. جلالة الملك له مشروعيات متعددة تاريخية، دينية، سياسية، شعبية، والحكومة كذلك اليوم لها هذه الشرعية الديمقراطية المنتخبة في مناخ متسم بالاستقرار، وهذا استثمار لا يمكن أن نضيعه أبدا. There was also an election held last year, but the official turnout rate was only about 48% of registered voters. And if you take into account all those people who are not registered, the real turnout rate was only about 25%. Why did so many people not vote in last year's election? الناس لم يكونوا يصدقون بالضبط أنه سينتقل حزب معارض إلى السلطة. كانوا يعتقدون بأن الأمور ليست جادة، واليوم كثيرون ندموا لأنهم لم يصوتوا. Has the Arab Spring finished in Morocco? أولا، الربيع الديمقراطي في المغرب كان استثنائيا لأنه كان سلميا وأدى إلى التغيير في إطار الاستقرار والاستمرار. نحن عندنا عرس ديمقراطي مستمر عكس ما يجري في كثير من الدول. I found myself wondering when was the last time Mr. Shubani had gone down to the streets.